النهاردة هنعمل طريقة عمل الفراخ المشوية في الاير فراير. طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها بجد حلو جدا زيها زي الفراخ المشوية الجاهزة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. اول حاجة هجيب فرخة وهنقعها في ملح وخل ومية لمدة ساعتين تقريبا، عشان اتأكد ان هي نطفت تماما ومفيش فيها اي ريحة زفارة. وعندي طبعا بصل وطماطم وفلفل وتوم وبهارات ملح وفلفل وكمون وزعتر وبابريكا. تمام، اول حاجة هجيب الكبة وهطحن كل المكونات دي مع بعض. لما باجي بعمل اي حاجة مشوية في الاير فراير او غير الاير فراير، بحط الخلطة دي دايما بصل وطماطم وفلفل حراق. لو مش بتحبيه حراق ممكن تستبدليه بفلفل اخضر عادي، وخمس ست فصوص توم، والبهارات ملح وفلفل وكمون، بابريكا، زعتر. طبعا لو حابة تضيفي اي بهارات تانية، جوز الطيب او اي حاجة بتحبيها ممكن تزوديها. وبعد كده بحط شوية خل وشوية ليمون وشوية زيت. بس كده هضرب كل المكونات دي في الخلاط مع بعض. هحط المكونات على التتبيلة واقلبها كويس من جوه ومن بره، واحط شوية من الخلطة جوه الفراخ وهغطيها وهحطها في التلاجة مثلا لمدة ساعتين. في طبيعي انا ببيتها لتاني يوم، وتاني يوم بستعملها بتبقى طعمها حلو قوي قوي. بعد كده هحط معلقة عسل كبيرة، بس كده هقلب كل المكونات مع بعض. هدعك بيها الفرخة كويس واتأكد ان المكونات دخلت في كل حتة. وجوه الفرخة هحط شوية من الخلطة. حسيت الملح قليل شوية فقررت ازود الملح. هزود ملح وهزود شطة. طبعا بزود الملح لان مش كله الفرخة بتشربه، فبحاول ان انا ازوده عشان اخليها تشرب يعني اكبر قدر ممكن يعني.
اهم حاجة لازم الفرخة تتساب في التلاجة يعني حبة كده حلوين علشان الفرخة تشرب التتبيلة دي. عادة انا بسيبها وبفتح عليها تاني يوم اطبخها، بتبلها وعينها، او ممكن اتبلها واحطها في الفريزر، ووقت ما اكون عايزة اطلعها بطلعها واطبخها. بعد كده هجيب الفرخة هفتحها بس علشان تبقى مفتوحة، لو حابة تحطيها مقفولة كده وسليمة حطيها، لو حابة تفتحيها من النص فتحة واحدة بس ممكن تفتحيها. هتحطي بقى التتبيلة في كل حتة، تأكدي ان كل حتة في الفرخة وصلت لها التتبيلة. بعد كده هجيب الاير فراير وادهنها بمعلقة زيت، احط فيها نص كوباية مية، وهدهن الاير فراير بمعلقة زيت علشان الفرخة ما تلزقش في الاير فراير. بحط نص كوباية مية علشان البخار بتاع المية يطلع ويسوي الفرخة معايا، فتأكد ان هي ما تشوتش بس لا هي كمان استوت من جوه كويس. وفي نفس الوقت علشان الدهون والحاجات دي ما تلزقش في الاير فراير وتبوظها، فدايما بحب احط نص كوباية مية علشان خاطر لما اجي انضفها الدهون تطلع بسهولة وما تكونش في اي حاجة لازقة فيها وتطلع بصعوبة. بعد كده هجيب معلقة زيت زيتون وهدهن الفرخة كلها من بره علشان تتحمر وتدي لون حلو. بعد كده هجيب الفرخة واحطها جوه الاير فراير. هسوي الجزء ده تقريبا على 15 دقيقة مثلا، وبعدين الناحية التانية على 15 دقيقة برضو، يعني تقريبا كلها على 30 دقيقة. طبعا لو حسيتي ان هي محتاجة سوا اكتر ممكن تزود لها 10 دقايق كمان. جيت بقى عند الفرخة هعملها على برويل يعني شوي. ما تعمليش التايمر الاول علشان لو دوستي برويل التايمر هيروح، فهتبدأي تعملي التايمر من اول وجديد. هتدوسي برويل الاول وبعدين تحطي الفرخة مثلا على 30 او 40 دقيقة. جيت بعد 15 دقيقة بالظبط فتحت لقيت الفرخة استوت ولونها حلو جدا جدا. هروح مسكاها وقلباها على الناحية التانية، وهحط الناحية دي كمان على 15 دقيقة تقريبا. عاملاها على درجة حرارة 400. بعد 10 دقايق رحت افتح الاير فراير اشوف اخبارها ايه. لقيتها كويسة حلوة جدا، قلت اسيبها برضو احطها تاني واسيبها كمان مثلا 5 دقايق ولا حاجة. انا بقعد افتح يعني اشوف ايه الاخبار لحد ما اعرف ايه الوقت المناسب، لان طبعا حسب حجم الفرخة بيختلف مدة سواها. بعد ما عدى 15 دقيقة بالظبط خلاص هي كده استوت، فهو احلى وقت ليها 15 دقيقة على الوش ده، وبعدين تقلبيها تحطيها 15 دقيقة على الوش التاني، يعني هي بتاخد بالظبط 30 دقيقة في الاير فراير. اهم حاجة لما الفراخ تستوي في الاير فراير لازم تطلعيها على طول، ما تقفليش الاير فراير وتسيبيها علشان
هتفضل السخونة تسوي في الفرخة وهتلاقيها اتحرقت منك. فالأحسن أول ما تحسي ان هي استوت تشيليها بعد 30 دقيقة بالظبط، تفتحي وتطلعيها، علشان لو قفلتي عليها هتفضل تستوي اكتر وتتحرق. بعد كده هرش عليها رشة بقدونس وكده خلاص. ممكن تعملي جنبها طحينة وسلطة مثلا، تومية وعيش، وخلاص هي كده جاهزة للتقديم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عايزين اي وصفات تانية في الاير فراير ياريت تكتبولي في الكومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم كل الوصفات اللي انتوا عاوزينها. حبيت افتح حتة من الفرخة علشان اوريكم هي استوت من جوه ولا لأ. فتحت الفرخة مستوية جدا من جوه، 30 دقيقة بالظبط وكان الاكل جاهز. عملت جنبها سلطة وعيش وطحينة وخلاص كده انا الغدا عندي جاهز. وكان طعمها فعلا رائع، يعني طعمها حلو جدا جدا جدا. تصبحوا على خير.